مساء الفل، وحشتوني كتير كتير. لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده كده هنعمل صوص العربيات اللي بيتحط على الفول، تمام؟ اللي هو في عربيات الفول وكده. فالصوص ده بيبقى طبعا مش هيعملوا لك طحينه. الطحينه عامله 180 جنيه النهارده. فهنا كده اول حاجه بقى، ومن غير عيش ومن غير اي حاجه، انا هجيب الدقيق. احط 3 معالق دقيق، وهنكون غاليين ميه، وهنبتدي ننزل بالميه شويه بشويه ونقلب عشان ما تعملش كلكعه معانا، وما تعملش كتل، وما تعملش اي حاجه. هنفضل نقلب لحد ما نلاقي السمكة بتاعتها مش خفيفة ومش تقيلة، يعني مش تقيلة قوي قوي ومش خفيفة بقى اللي هي مية وكده. هنحط عليها ملح، كمون، شطة، هنعصر عليها ليمون، وهنحط عليها خل. تمام، دي المكونات اللي احنا هنحطها عشان يعني ايه الاساس بتاعها. بعد كده نشوف هنعمل ايه. طبعا الصوص ده من احلى الصوصات اللي انت بتعمليها، وتركنيها بقى في التلاجة وتنسيها. ممكن تقعد تعملي 10 ايام تسيبيه في التلاجة، ينفعك بقى في السحور وكده. فهنا كده احط عليه ليمونه، واحط عليه شويه الخل اللي انا هحطهم. ممكن تعمليه بقى وقت مثلا انت زي ما انت عايزه الطعم بتاعه. لو انت هتاخديه اللي هو تقيل، هيبقى كانك عامله طحينه اللي هي بتاع المشويات اللي بتشتريها من بره، مع الفراخ او مع السمك او كده. لكن لو انت عايزاه خفيف بقى زي صوص العربيات، فانت هتتبعي بقى الطريقه هتخففي ازاي. اولا انا هحط 3 معالق طحينه عليهم، وهبتدي اقلب. انا حاطه الكمون والشطه والملح والخل والليمون والدقيق والميه. طبعا شفتوا التقل بتاعها عامل ازاي، سميكه جدا مش خفيفه خالص. فهفضل اقلب فيها برضو، عشان طول ما انت بتقلبي بتحطي ميه سخنه، هي تقلها بيزيد مش بتخف. تمام. متنساش بقى بدعوه حلوه في الايام الجميله دي. هنا كده ده السمكه بتاعتها. اوريكم بقى ان انا هعبيها بقى في برطمانات وهي تقيله كده، عشان طبعا مش كله هستخدمه دلوقتي. يعني هحطها في التلاجة تقعد عندك بالعشر ايام بالاسبوعين، مش بيحصل لها حاجه يعني. اهم حاجه تحطي على وشها معلقه زيت وتسيبيها. فهنا كده هملى البرطمانات وهركنها بقى على جنب لحد ما تهدى شويه واغطيها. اهو ده شويه الزيت بقى اللي بقول لكم عليهم، عشان خاطر ما تبصش منك او ما تعملش عفونه او حاجه. بعد كده هخفف بقى، انا مليت برطمانين واخفف الباقي، وابتدي بقى ايه احطه في الازازه اللي هحط منها على الفول وكده، واللي انا هستخدمها يعني. وطبعا الاحسن بقى اعمليه فول في البيت، هيريحك جدا 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 ان انتي ما تحتاجيش تشتري من بره كل يوم، وتقعدي بقى تدوري مين هيروح ومين هيجي وحاجات كده. فهنا كده هو ده الشكل بتاعه، ده السمك بتاعه بالتالي شايفاه وانا بصبه كده. مش خفيف قوي ومش تقيل اللي هو زي الطحينه وكده. نعمل بقى ده شويه الفول اللي انا كنت عاملين زي اللوز. طبعا انا قلت لكم ان انا حاطه عليه كركم، معلقه كركم، علشان خاطر لونه ما يسودش ويفضل باللون الفاتح الاصفر ده، لان الفول لما بيقعد بيسمر يعني. فلو عايزين تشوفوا الفيديو بتاع الفول، الفيديو اللي قبل ده على طول، انا لسه منزلاه. شوفوا الطريقه بتاعته والحقوا اعملوه بقى قبل السحور وكده. هنا كده هنحيق شويه فول كانوا عاملين زي الزبده، يعني اللي هو وش القدره زي ما بيقولوا كده. نحط عليهم بقى الصوص بتاعنا، بنرك الازازه ونحط منها. جميل جدا، والف هنا يا رب اللي هيجربه. استنوا فيديوهات جديده.